السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد في وصفه جديده. اليوم غادي نحضر لكم كلاص غويال اللي كيجينا زوين بزاف، مذاق مختلف على لي كلاص اللي كنحضر لكم دائما كيجينا ولا اروع. خليكم دائما معايا من بدايه الفيديو حتى الاخير باش تعرفوا على المكونات والطريقه ديال التحضير ديالو اللي صراحه كيجينا بنين بزاف. الا جربتوه غادي ينال اعجابكم، كيجي فعلا كيستحق التجربه. وإلا بغيتو تخدموه ديجا كوموند ولا تخدموه اي حاجه بالنسبه لهاد الكاطو او هاد الكلاص هذا كوموند، دابا نقول لكم ثمن البيع ديالو بطبيعه الحال. صافي، اول حاجه غادي نبداو بها هي الطريقه. ما تنساوش تخليو لي لايك والاشتراك في القناه باش توصلوا بجديد الفيديوهات، واي تساؤل مرحبا، واي استفسار راه كنجاوب الكل، ما عدا الا كان عندي الضغط يعني بشويه بشويه. اول حاجه غادي نحتاج في كاسرونه كندير فيها 100 غرام من السكر تقريبا. هاد الكاس هذا الصغير ديال اتاي غادي نضيفو في كاسرونه حتى يولي لنا كراميل، وغادي نضيف عليه القليل من المكسرات، شويه ديال الكركاع، شويه ديال اللوز. المهم بغيتو ديروا حتى الكاوكاو ديروا، كيجي زويون بزاف. صافي، من بعد انا كيف ما لاحظتوا غادي ندير نص زلافه مخلطه ما بين اللوز والكركاع، وعندي عصير د الحامض. من بعد هنا غادي نجيب هذاك الكراميل من بعد ما داب ليا بهذا الشكل هذا. اون فوا كيدوب ليا السكر غادي نضيفوا عليه هاد النوغا، عفوا هاد المكسرات هادو. الاشاره بغيت نقولها البنات، بالنسبه للبنات اللي كيبقاو غير مثلا بغيتي ديري النوغا او غديري كلاص بلا اي حاجه، كتبقاي تشدي هذا اللوز والكركاع ولا اي مكسرات كيف ما كنقولوا، غير اون فوا كتلبس بهذا السكر هذا المذاب انكم كتحيدوا. لا يعني خاصكم حتى كتسمعوا ان اللوز ديالكم كيطرطق او هذا عاد باش كتحيدوهم على نار هكا، كنكونوا ان حتى اللوز ديالنا تحمر لينا من الداخل باش تجينا هذاك القرمشه فيه. مهم تكونوا على بال، وصراحه زوينه هاد الطريقه هذه. من بعد كيف ما شفتوا عصرت عليه واحد شويه القليل من العصير الحامض. صافي، من بعد انا غادي ندخلو غنخليه يبرد ليا بعدا في سطح العمل وندخلو للثلاجه نيشان، غير يشد ليا فراسو وداكشي باش دغيا نزرب عليه. اصلا دابا الصهد خصنا نديروه في الثلاجه. صافي، من بعد البنات بغيت نوريكم انا الانواع ديال لي شونتي اللي ممكن تخدموا بهم الكلاص، راه حتى لي موس وحتى الشونتيي والكلاص. هانتوما كاينين لا موس والشونتيي والكلاص، المهم كاينين بزاف ديال الاسماء. بالنسبه للكلاص هذا هو اللي غادي نخدم به اليوم، واما داك الشونتيي حتى هو ممكن انكم تقدروا تخدموا به، حتى لا موس تقدروا تخدموا بها، ولكن تخدموا بالشونتيي وتزيدوا لي اي نكهه. ولا ممكن، المهم انا بالنسبه لي كنقول اللي عنده نفس اللي عنده المذاقات مختلفه راه ممكن انك تخدمي به كلاص، راه كيجي زوين بزاف، سورتو اللي كيكون منكه وداكشي كيجي زوين بزاف. صافي، من بعد انا غادي نجيب واحد الكاس الا ربع ديال السكر سنيده، غادي نوضع فيه ربع كاس ديال الماء، وغادي نديرو يغلى. وتما عندي في البول عندي 3 البيض البيض، غنديرو واحد المورينغ، وهاد المورينغ هذه كتجينا صراحه زوينه بزاف، اللي غادي نخلطوها مع الكلاص ديالنا. صافي، من بعد انا ما كنشوف داك الرغوه ديال بياض البيض كطلع، غادي نضيف هنايا واحد السيرو. هذاك السيرو اللي كنبقاو مثلا بحال كنسقاو به الحلويات او نسقاو به البسبوسه، هو اللي غادي نضيفوه هكا بشويه بشويه حتى كنتحصل على واحد المورينغ اللي كتكون شاده في راسها بحال هذا الشكل هذا اللي غتشوفوه معايا، بحال هذا الشكل هذا، وكتكون ليس يعني كتكون رطبه بزاف. صافي، غادي نخليوها جانبا، ومن بعد غادي ندوزو نوجدو المكونات الاخرى. كنتمنى تجربوا هذا الكلاصه دابا الطريقه هذه، صراحه كيجي بنين بزاف. من بعد انا غادي نجيب تقريبا واحد 3 الكيسان ديال الحليب، ما يعادل تقريبا واحد 400 مليلتر د الحليب، المهم نص لتر، نقصوا منه نص كاس د الحليب. غادي نضيف واحد العلبه ديال الشونتي، ما يعادل تقريبا 100 غرام. هاد الشونتي راه كتكون فيها السكر، كتكون فيها كل شيء، وهذا بالنسبه للحلاوه كتكون متوازنه، يعني ما كتكونش الحلاوه عاديه زعما. صافي، من بعد وايضا هنا غادي عاوتاني غادي نمشي نخلط الكل. طبيعه الحال هنا كان طحت ليا، ولكن ما نضيعوش لانه سطح العمل ديالي نقي، وهذا رديته. من بعد غادي نجيب واحد ربع كاس ديال الماء،
اللي غادي نوضع فيه معلقه صغيره ديال قهوه سريعه الذوبان. وعندي هنا عندي هنا كراميل. بالنسبه لهذا الكراميل هذا خديت الجاهز، ممكن انكم ديروا او ممكن تستغناو عليه، وانما كيعطي واحد المذاق زوين وكيتواتى بشكل مع القهوه. بالنسبه للجيلاتين عندي هنا 2 وراق ديال الجيلاتين، ما يعادل لنا تقريبا واحد 80 غرام ديال لا جيلاتين، وغادي نضيفوها هنايا في الماء البارد بطبيعه الحال ونخليوها جانبا. صافي من بعد هنايا من النوغا ديالنا وجدات سواء نتوما تلاحظوا معايا، غادي نحاول انني باش نهرمشها او نقادها نهرمشها مزيان باش هكا نزيدوها على الخليط ديالنا. صافي من بعد غادي نخلي داك الطرف هو اللي غادي نزين به في الاخر. وصافي من بعد انا لاموز ديالنا طلعت لينا او الكلاص ديالنا طلع لينا، غير الاشاره فقط ان ما كنطلعوهاش بزاف حتى كتولي لنا كريمه متماسكه، فقط كتكون هكا مرخوفه. علاش؟ لان غادي نضيفوا ليها الجيلاتين. بالنسبه للبنات بالنسبه للجيلاتين راه ماشي ضروري، اللي ضروري انه الا كنتي غتخدميها كوموند بحال اللي غادي ندير ليها انا، ممكن ديري لها جيلاتين. اما لو كنتي للدار غتاخدي غير قياسك وترجعي المجمد، تتبغي عاوتاني خدي قياسك وعاود رجعي المجمد. من بعد هنا كيف ما لاحظتوا في نفس البول راه خديت غير شويه ديال الشونتي الكلاص اللي طحنا قبيله او اللي خلطنا، ضفت له شويه ديال الكريم هاد عفوا كراميل، وضفت لهم القهوه وخلطتهم مزيان. لما كثر عليا الماء عند داكشي درتهم في اناء واحد. صافي عاد من بعد هنا غادي نبدا نخلط من الاعلى للاسفل بهذا الشكل هذا الميرينغ والكلاص اي الكلاص. صافي من بعد انا غادي نضيف هذا قولوا لي النوغا لما المطحونه. صافي غادي نبقى نقلب هكا كنخلط من الاعلى للاسفل. هانتوما كما لاحظتوا ما كنبالغش انني باش ما يهبطش ليا الخليط ديالنا. صافي ومن بعد هنا غادي نجيب الاطار اللي غادي نزين فيه بطبيعه الحال. صافي وعلى هاد الاثناء هانتوما كما لاحظتوا وهنا غادي نضيفوا داك الجيلاتين. بالنسبه للجيلاتين صفيته من الماء وخليته يسخن شويه او يدفى فوق الكاسرونه فوق النار، وغادي نضيفوها بهذا الشكل هذه، وهي اخر مرحله باش غادي نجيب هنا الاطار ديالي وبطبيعه الحال باش نكب فيه الخليط ديال الكلاص ديالنا. بالنسبه للاطار غيكون تقريبا واحد 30 سنتيم على 40، لانه الكلاص ديالنا كبير شويه. ممكن بغيتو تضاعفوا المقادير بحال هكا وتهناو ديروه في المجمد وكل مره تاخذوا منه راه كيبقى زوين بزاف. وممكن ديروا نفس المقادير اللي بغيتو نتوما لكم الاختيار. صافي وانا غادي نحاول انا غادي نقاد الكلاص ديالنا، وكيف ما شفتوا اننا غادي نقادوه مزيان وغادي ندخلوا المجمد على الاقل واحد 4 ساعات ولا حتى 6 سوايع. مع داك لا جيلاتين كيبقى واقف وشاد لينا. كنتمنى انكم تكون الفكره وصلتكم وغادي تعجبكم بزاف الا جربتوا هذا الكلاص هذا. فعلا كيستحق التجربه وكيجينا زوين بزاف ولذيذ والمذاق ديالو مغاير على الكلاص المعتادين اللي دائما كنخدموا بهم. صافي كنبقى نقاد بهذا الشكل هذا وصافي هذا ما كان. بالنسبه هادشي كامل ديال هاد الكلاص هذا اللي خدمته كيف ما شفتوا تقريبا هذه راه فيها مهم بهذا الكلاص هذا غادي نحسبوه ب80 درهم للكيلو، 80 درهم للكيلو. ومهم هذا راه فيه تقريبا واحد جوج كيلو تقريبا وربع هكاك، هو اللي غادي ندير بهذا الشكل هذا. صراحه كيجينا زوين بزاف، و80 درهم يعني مسلكه وزوينه بزاف. وهذا لانه فيه اللوز والكركاع، فيه الكراميل، فيه بزاف الحوايج يعني. صراحه فيه واخا فيه الربح قليل ولكن غير ما فيهش زعما